السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المتتبعين الكرام؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا بقناتي بيغلاج افيك خديجة. كيف كتلاحظوا هنا ان شاء الله كنت طبقت معكم فيديو سابق هاد الشكل ديال الوردة، يعني بلا بريد. كنت طبقته معكم غير هادو اللي في الجناب هذا. ان شاء الله مرة اخرى نطبق معكم هاد الشكل، وكذلك هاد الشكل ديال الوريقات كيجي رائع. اذا ندوزو لهاد الطريقه ديال هاد الورده هذه غادي نطبقها معكم هنايا. اذا بسم الله على بركه الله. هنايا قسمت الورده، يعني ضروري هاد الطريقه هاد العمليه ديروها، كتقسموها الى اجزاء متساويه. يعني كتبداو هكا من الوسط، كتجيو هنايا الوسط، كل ربع كتقسموا على 4 او على 5 على حسب الحجم ديال الورده. اذا هاد البريد هذا كاين فيديو سابق كيفاش طبقت معكم طريقه باش غادي نخدموها. في هاد الوردة هادي عندكم واحد الطريقة، هي نفس الطريقة غير باش تجيكم الوردة مقادة. هاد الدورة ديال الصم اللي كدورو غتحاولوا تدوروه نفس القياس اللي غديروا في هادشي كامل. مثلا هنا كان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بغيت نزيد كيف قلت لكم على حسب القياس ديال الوردة. هنا غنكتفي ب10 دورات. بطبيعة الحال كتجروا هاد الصم هذا وهادو كتبقاو تدوروا به الحرير، وكتدخلوا البرا البلاصه اللي دخلتوها بها النوبه الاولى. اذا كتجيو حداها تماما كيف تراسيتو الورده. نفس الطريقه ديال الاولى، انا غادي نوريكم غير شويه ومن بعد غادي نكمل. اذا كيف قلت لكم هنا درنا 10 دورات، كذلك حتى هنا غنديروا 10 دورات، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فقط، باش تجيكم كي قلت لكم باش يجيكم الورده مقاده. الا درتو هنا 10 واللي حداها 11 واللي حداها 12 واللي حداها 9 ما غادي تجيكم، ما غاديش تجيكم الورده مقاده. اذا نتمنى نوضح لكم بالنسبه للمبتدئات. اذا انا غادي نعاود معكم وحده اخرى من بعد نزرب الفيديو باش ما يجيكمش طويل. اذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فقط، وكتسحب. اذا انا غادي نكمل هاد الخطوطه اللي درت كاملين كلهم، غادي ندير لهم بالبريد ونرجع لكم. اذا كيف كتلاحظوا كيجي هاد الشكل ديال هاد البريد على هاد الشكل هذا كيف كتلاحظوا. دابا بحال اللي غادي نغلفوا هاد البريد، يعني بحال اللي غادي نلبسوها. كتجيو الحافه ديال البريد من الداخل، نتمنى يبان لكم. اذا كتجيو في الحافه ديال البريد من الداخل من هنا، كتجيو في كتدخلوا البرا من التحت، وكتعاودوا ترجعوا البرا نفس البلاصه، يعني نفس الطريقه اللي كنت درت لكم في الفيديو السابق، غير هذا حيت قلت لكم فيها البريد. وكتدخلوا البرا عند الحاشيه اللي دايره على برا، وكتخليو هاد الصم هذا طير على البرا، وكتسحبوا. كتجي على هاد الطريقه، كتجي على هاد الطريقه. من بعد كترجعوا البرا هنا حدا الحافه ديال الدائره، كتجي على هاد الشكل. اذا نعاود معكم الطريقه. كتجيو في الحافه ديال البريد من التحت، يعني من الداخل ديال الدائره، وكترجعوها
هانتوما كيف لاحظتوا انا راه هنا دخلت البرا من التحت، ونفس البلاصه اللي دخلنا فيها البرا غادي نرجعوا فيها عاوتاني البرا ونخرجوها هنا مقابله مع هاد البريد هذا، وكتجيبوا هاد الصم هذا كدوروه على البرا وكتسحبوا. اذا نتمنى نبسط لكم. اذا كيف قلت لكم كترجعوا في الحافه ديال البريد كيف كتلاحظوا، كتدخلوها من التحت وكترجعوا نفس البلاصه منين دخلتوا البرا، وكتخرجوها هنا على الحافه ديال الدائره على برا، كتدوروا الحرير وكتدخلوا نفس في الحافه باش بحال اللي كتشدوا هذيك الحلقه. انا غادي نسميها هنا حلقه، يعني بحال هاد البريد كنديروا ليها حلقه، كنديروا ليها الدائره ديالها. اذا خليكم مع الطريقه ونتمنى نبسط لكم مزيان. واللي ما فهم شي حاجه خليه لي في التعليق، مرحبا، ندير لي فيديو توضيحي لاي حاجه ما فهمهاش. اذا كيف كتلاحظوا كنرجعوا البرا نفس البلاصه، كنخرجوها من الجهه الاخرى، يعني من جهه الحافه ديال الدائره على برا، وكتدخلوا البرا. كتبقاو مستمرين على هاد الطريقه هذه حتى كتلبسوا هاد البريد كامل، عفوا حتى كتلبسوا هاد البريد كامل كتلبسوه بهاد الحلقه. انا كنحاول ندير غير كمصطلحات باش المبتدئات يفهموا. اذا نتوما كدوروا، حنا كنلبسوا هاد البريد هذا. غنحاول نسرب الفيديو بطبيعه الحال باش ما يجيكمش طويل. اذا كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل ديال هاد الورده هذه. نتمنى نوضح لكم مزيان. بطبيعه الحال اللي بغى يدير هكا البريد اللي بغى يدير عفوا هاد العقده الفرنسيه يديرها الوسط، باغي يدير البريد يعني لكم الاختيار. بغيتوا ديروا حجره لكم الاختيار، يعني على حسب الحاجه اللي غادي تخدموها. اذا انا غادي نكمل هذا العقده الفرنسيه الوسط باش ما يكونش واحد الاختلاف. صراحه الحجره جات احسن، ولكن غادي ندير انايا العقده الفرنسيه ونرجع لكم. اذا بعد ما طبقت العقده الفرنسيه راه كاين فيديو خاص بالنسبه كيفاش غتطبق هاد العقده بجميع المراحل ديالها، وان شاء الله الفيديو الجاي
نطبق معكم هذا الشكل كيجي على الشكل صباع، كيجي حدا هكا بلاصة السفيفة اولا جنب ديال السفيفة. نتمنى هذا الفيديو يكون نشرح لكم مزيان، واي تساؤل مرحبا خليوه لي في التعليق، وما بقى لي الا نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.